السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل العيش الشمسي يا بنات، بتاع فتة العيد. بصوا دي الخميرة عاملاها ازاي. عمل فراكة، حاجة اسمها كده فراكة، مش بيرة، فراكة ومية ودقيق. بعملها كده من بالليل وبقى الصبح تخمر، واعجن كده، احط الدقيق واعجن. في الشتاء بحط الفراقة مع البيرة من بالليل عشان الجو كده بيكون برد جامد، وبعد كده يعني ايه لازم نخمرها بسرعة. اما في الصيف عشان الجو النار اللي احنا فيه، ربنا يعيننا ويعين الناس جميعا. حطيت الفراكة، بس الفراكة دي عبارة عن برضو مية ودقيق. بنعملها كده ونسيبها تخمر لتاني يوم مع نفسها، وبعد كده بنعملها كور ونشيلها في التلاجة في الفريزر. كل خبز نطلع كورة نعمل عليها اللي انتوا شفتوه دلوقتي. وبعد كده بحط الدقيق والبيرة. حطيت بيرة فورية او بيرة من التانية، زي ما تحب يعني، بس انا اللي كان متوفر عندي البيرة الفورية. وهعجن كده، هاخد انا في ناس بتحب ايه تعجن الدقيق لوحديه، ولما يوصل كده للمرحلة تنزل بالخميرة. لا، انا بحب اختصارا يعني للمواعين والوقت وكده، بحط الدقيق على الخميرة وبعجن كده على طول. بسم الله ما شاء الله. آه نصلي كده على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين تاني، وربنا يجعله عيد سعيد علينا كلنا إن شاء الله، ونحقق أحلامنا ويكون خير وسعادة وصحة على كل الناس أجمعين. وربنا ينصر أهل غزة يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. هنا بصوا ده اسمه، احنا كده بنغرز العجينة. بصوا كده، هفضل أعجن كده، واسمه ده كده ايه، بنغرز العجين. بسم الله ما شاء الله. يعني حبة عيش شمسي. بصوا اللي بنعمل بيه الفتة، عفوا. بصوا احنا ما بنعملش الفتة بتاعتنا عامة البلد. يعني انا من اسيوط وقاعدة في القرية بتاعتنا عامة كلها تعمل الفتة بالعيش الشمسي، ما بنعملش بالعيش البلدي خالص خالص. وانا نزلت فيديو الفتة اول يوم العيد، والعيش ده انا خبزته يوم الوقفة وكنت صايمة بجد والله العظيم. كنت صايمة وخبزته الصبح. يعني كنت بعجن حوالي كانت الساعة 8 الصبح يوم الوقفة. فبجد تعبت جدا في الفيديو ده، كان حر جامد، والفرن والسخونة. حطولنا كده لايك حلو، وصلوا على النبي في الكومنتات، ودعوة كده حلوة من قلبكم، حتى لو تستفدتوا بأي معلومة بسيطة من الفيديو. تمام يا حلوين. تابعوا الفيديو للآخر، فيديو حلو وممتع. خبيز العيش الشمسي من أمتع العيش اللي احنا بنعمله، يعني حلو جدا. كنت بدب كده في العجين، اسمه بدبه، واتشهدت طبعا على العجين. وبعد ما نخلص كده هسيبه يخمر تاني في المجور، يخمر يعني حوالي يعني ربع ساعة عشان الجو حر. بصوا في ثانية بيخمر. هنا كنت كان خمر، باخد كده بقطع الحركة دي. الحركة دي للي هم محترفين في تقطيع العيش الشمسي، يعني زي ناس تانية كتير اللي هم متعود من زمان يقطع كده العيش الشمسي. تاخديه كده كورة على ايدك، بتروح وتيجي كده هاو زي ما انتوا شايفيني. هي تبان صعبة، بس اللي جربها وبيعملها ليه فترة تبقى سهلة جدا وممتعة في نفس الوقت. بصوا بقطعها كده قطعة واحدة وبيطلع معايا متساوي، يا دوب كده يتشمع، واروح ايه ادبه، يعني اطبطبه كده، اسمه ادبه او تطبطبه. افرده كده على المجرسة
عشان يخمر معانا. هو بياخد كذا مرحلة في التخمير، يعني نعمل الخميرة من بالليل وبعد كده الصبح نعجن ونسيبه يخمر تاني في المجور، وبعد كده نقطعه ونسيبه يخمر تاني على المجار زي ما انتوا شايفين كده. انا كده ايه بدبه او بطبطب فيه. انا عاملاه العيش ده تحت المروحة مش في الشمس، عشان طبعا كنت صايمة والشمس كانت حامية جدا يوم الوقفة زي ما انتوا عارفين، وكان الجو صعب جدا جدا. هنا كنت خلصت الكمية كلها اهو، وكنت حطاه كده في اوضه فيها المروحه اللي فيها الفرن وكده. عفوا تعبانه، ادعولنا يا جماعه، تعبانه والله، عندي دور برد وكحه وكده. هنا بصوا كان دخل في مرحله الخمر. تمام. هنا كده خلصنا الكميه كلها وابتدى كده ايه يخمر اهو كده. عملنا كده كمية كبيرة عشان يعني مثلا الضيوف اللي بتيجي عندك اهلك، اي حد بيدخل علينا لازم يعني كده نضيفه. وطبعا عيد لحمة وكده، فالناس دايما بتعمل كل يوم طبيخ وفتة، اول يوم فتة وبعد كده طبيخ وحاجات واحنا متعودين عليه. فلازم العيش الشمسي يكون موجود عندنا على طول. هنا بصوا كان خمر وبقلبه كده. في ناس ما بتجلبوش، بتسيبه كده وبتخبزه على طول، لا انا لازم اجلب كده على المجرسة كده تاني، وبعد كده يعني هجلبه 5 دقايق، وبعد كده هجلبه كده زي ما انتوا شايفين على المطرحة، وبعد كده ارمي في الفرن على طول. يعني بعد ما يخمر هجلبه زي ما انتوا شفتوا، وبعد كده هبززه يعني افتحه من الجوانب بحاجة نظيفة بسكينة وكده، واروح ايه جلباه كده على المطرحة وبس اسويه بايدي، واروح كده ايه رمياه في الفرن. الفرن بتكون عالية فوق وتحت. انا في اول الخبيز يعني بصوا لازم تكون عالية فوق وتحت عشان لما عشان يتنفخ كده ويتشمع، وبعد كده بهدي النار خالص. بعد ما اخلص يعني املى الفرن وهدي النار خالص، يعني اهديها. بعد كده بكل شويه افتح الفرن على العيش واجير كده زي ما انتم شايفين. اسمها يعني اجير الرمية. اجيب اللي هو فيه من جوه بيكون ابيض كده لسه محمرش يعني ولا استوى، بندخل ده ونحط ده كده لحد ما الرمية كلها تطلع سوى واحد ولون واحد، عشان يكون العيش حلو معايا وما يعسلش ويكون مستوي سوى حلو. تديله كده حقه على وقته كده يعني برضو على الفرن وكده. هنا كانت الرمية التانية، الرصة التانية، يعني طلعت الاولى ودي الرصة التانية، وبعد كده استوت كده زي ما انتوا شايفين. بصوا يعني الوش والجعر بسم الله ما شاء الله حلو جدا ولون واحد. واهم حاجة خفية الرغيف نفسه، الرغيف بسم الله ما شاء الله خفيف وزي الريشة، ومن جوه كده زي الكيكة، حاجة كده قطنية حلوة يعني. فضلا طبعا وليس امرا، حطونا كده كومنت حلو ولايك حلو، اخبطونا كده لايك حلو يا جماعة الخير يا مزز الحلوين. عشان الفيديو ده حصريا تعبت فيه جدا انا وبنتي. كنا لوحدينا بناخد الصبح يعني كنا صايمين، فبالله عليكم اخبطونا كده لايك حلو ودعوة حلوة منكم، وكل سنة وانتم طيبين تاني، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو حتى لو بمعلومة بسيطة. بصوا بقسم لكم كده العيش مورولكم كده من جوه بسم الله ما شاء الله قطن، حاجة كده زي الكيكة.
الوش والجعر كده يا بنات. حلو جدا. عملنا كمية، يعني عاملة كمية محترمة كده عشان ايه، فترة العيد وكده. طبعا كل سنة وانتم طيبين. ما غبست يعني في ايام العيد كده بناخد راحة كده شوية. بجيب اكياس كده نضيفة واروح احطه كده في الاكياس زي ما انتم شايفين. بخلي اللي انا هستخدمه يعني اكل منه كيس، اخلي كيس وباجي واحطه في الفريزر في التلاجة.